بالنسبه للحضور ساعه خلينا نقول لك معز لهنا كان الملعب تقريبا في حدود ال 64,000 متفرج كانوا حاضرين في الملعب مباراه اليوم. الاجواء كانت ممتازه جدا، امور امنيه كانت على اعلى مستوى. حضور اكيد رئيس الفيفا جاني انفانتينو كان حاضر، جوزيف موتسيبي ايضا، الامير الحسن كان حاضر. يعني اجواء كانت كبيره، اجواء جماهيريه ممتازه جدا خاصه بالرغم من تهاطل الامطار وامطار غيث نافع تهاتل منذ الساعات الاولى لليوم. يعني حتى وقت المباراه وشاهدنا والناس كل كانت خايفه لهنا، وكونه وقت المباراه باش يتم وقت الحفله الافتتاح خاصه كانوا تهاطلت الامطار والناس كل كانت خايفه، كانوا حفل الافتتاح ما ينجحش. لكن الحمد لله حفل الافتتاح كان على اعلى مستوى، كان ممتاز، اجواء كانت طيبه جدا. وقاعده تشاهد الان في الصوره ما بين الشوطين لهنا. دوك الانطباعات كانت الناس كل خلينا نقول لك الجماهير المغربيه كانت فرحانه، الجماهير المغربيه كانت شيخه بالحفل الافتتاح وباللي صار. لكن بعض الناس اللي حاضره خاصه اللي كانت حاضره في كاس العربيه، كاس قطر الاخيره، في كاس العرب في قطر، هو كانه المستوى بعيد على بعضه. لكن حفل الافتتاح كان محترم جدا، ولهنا وهذا ما اكدوه حتى الصحفيين الاجانب اللي كانوا عايشين وحضروا المباراه اليوم، حفل الافتتاح وبعد المباراه في الشوط الاول. انت في المغرب عندك ايام ولا اكيد انك شفت التجهيزات واستعدادات المغرب. هل بروفا كاس افريقيا بالنسبه للمغاربه؟ هل هي بروفا لتنظيم كاس العالم؟ نذكروا بانه كاس العالم باش يقع تنظيم بين المغرب واسبانيا والبرتغال، تحسها بان بروفا تنظيم هذا الكل كاس العالم هيثم؟ هو بروفا كبيره برشا بالنسبه للمغاربه، وهذا الهدف نتاعهم الاساسي، خاصه كونه بالنسبه للاشقاء المغاربه لهنا هو الجدل والصراع الاول والاكبر، وكونه شكون باش ينظم ما بين اسبانيا والبرتغال مباراه الافتتاح ومباراه الدور النهائي. اكيد املنا كبير بالنسبه للاشقاء المغاربه، وان شاء الله هذا يكون خاصه تتويج للمغرب وللمغرب العربي الكبير ولافريقيا الكل. دوك هذاك علاش المغرب يحبوا ياكدوا، يحبوا يثبتوا، يحبوا يوريوا كونهم قادرين على تنظيم مثل هذه المسابقات. صحيح كاس افريقيا ماهيش كاس العالم، لكن خلينا نقول لك معز، وهذه الكلمه اللي اتقالت، كاس افريقيا بمواصفات عالميه، انه كانوا باش يكونوا 9 ملاعب على ذمه الاتحاد الافريقي لتنظيم المباريات. ستاندينغ اللي تم تنظيم فيه معناتها البطوله هذه، كونه كل فريق كل منتخب عنده نزل اقامه على ذمته، عنده ملعب تمارين على ذمته. ايضا 9 ملاعب اللي عمرها ما صارت في افريقيا، كانت تتنظم كاس افريقيا ب9 ملاعب. حتى في طريقه التعامل شفنا الفان اي دي اللي ماهيش فان اي دي كما كنا في روسيا، تشوف معناتها البادج، لا فان اي دي في التليفون، وفقط هما باش تكون عندهم المعطيات كامله، الصوره